ايه الفرق بين الاحتياج والحب والتعلق؟ الموضوع شائك جدا، وكتير مننا مش بيقدر اصلا يعرف ايه الفرق بينهم، وبيخش في جوازات وفي علاقات وفي خطوبات، وفي الاخر بتفشل لان هو خالط بين المفاهيم التلاتة. الاساس هو مشاعر الحب، ودي اسمى مشاعر ممكن تكون موجودة. مشاعر الاحتياج دي مشاعر مش المفروض ان هي تكون موجودة في البداية. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا ارتبط بس علشان محتاجة اهتمام، محتاجة كلام حلو، محتاجة حد يقولي صباح الخير. مش هينفع. هنا هتفشل العلاقة بسرعة جدا، لان احتياجك ده هيخنق الطرف الاخر، هيحسسه ان انت ايه ده، انت ما عندكش اصلا اي حاجة من جواك تديها لنفسك، فانت طبيعي مش فيش حاجة تقدر تدهاني. وهنا بيوقع العلاقات جدا. اما بقى التعلق، فالتعلق ده قصة تالتة خالص. التعلق بيبقى حب من طرف واحد، انا بحب وعايز اللي قدامي حتى لو مش بيديني بقى اهتمام، حتى لو مش بيديني حاجة حلوة، لكن انا عايز اكون موجود معاه وخلاص، بغض النظر الطرف التاني بيحبني ولا لأ. وطبعا اي علاقات غير متوازنة بتفشل فشل ذريع. مفيش حاجة اسمها حد واحد اللي بيحب وحد ما بيحبش، حد بيدي وحد بيتلقى، ده مفيش الكلام ده خالص. في حاجة اسمها التبادلية، في حاجة اسمها أنا بحب وبتحب، بهتم وبيهتم بيا. عندي حاجات كتير في حياتي، جزء منها هو الشخص اللي موجود في حياتي، وبالتالي مقسمة اهتمامي وحبي ودنيتي على التلات أربع حاجات اللي في الحياة، مش بس على طرف واحد هو لازم يملأ كل الحاجات اللي أنا محتاجاها. ده غلط غلط، بيخنق الناس من بعض يا جماعة. خلوا بالكم كويس جدا من النقطة دي. وأخيرا العلاقات السوية بيكون فيها جزء من كل حاجة، جزء من الحب وجزء من الاحتياج وجزء من التعلق البسيط. وأي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها زي ما بيقولوا. خلوكوا دايما متوازنين عشان تجذبوا علاقات متوازنة وبارتنرز متوازنين.